حضرتك معاك الجنسية الفرنسية؟ لا. عمدة المصريين في مارسيليا، نظرتك إيه للمهاجرين المصريين الغير شرعيين؟ نظرتي اللي ما معهوش ورق زيه زي اللي معاه الجنسيه. حضرتك معاك الجنسية الفرنسية؟ لا. نعم. لا. حضرتك معاك الجنسية الفرنسية؟ لا. لا. ليه ما خدتهاش؟ ما خدتهاش لاني انا يعني اولا عايز افضل مصري زي ما انا، مش عايز جنسيه. في يوم من الايام ارشح نفسي لمجلس الشعب، ابقى حر في اني ما حدش يقول لي انت حامل جنسيتين تنفع او ما تنفعش. واحد زائد اني انا اصلا يعني عندي مطعمي ومحلاتي وعندي شقتي، مش محتاجها، مش مأثرة عليا في حاجة. يعني سهل تاخدها؟ طبعا ولادي فرنساويين واخدها بولادي. يعني بص، لما اكون انا جد دي بيدوها من غير ما تقدم على ورق. يعني حضرتك أنت اللي رافضها؟ انا مش عايز الجنسية في اي وقت اخدها بولادي، باحفادي، مش بولادي، باحفادي اخد الجنسية. يعني في قانون هنا اللي عنده احفاد هنا ياخد الجنسية. دي مش صعبة يعني. حضرتك بقالك 47 سنة في فرنسا، نظرتك إيه؟ صاحب مطعم في مارسيليا، عمدة المصريين في مارسيليا، نظرتك إيه للمهاجرين المصريين الغير شرعيين؟ نظرتي اللي ما معهوش ورق زيه زي اللي معاه الجنسيه، ولما بيجي لي واحد كمان ما معهوش ورق انا بحترمه اكتر من اللي معاه جنسيه، بقوم اقف له واسلم عليه واخده بالحضن. ايه، كلنا مصريين وكل ما فيش حاجه اسمها قلت. لا لا، الكلام الفارغ دون مش موجود عندي قاموسي انا محمد الحوفي. لا، كل المصريين بالنسبه لي سواسيه. يعني ما تبصش اللي هو معاه ورق، في ناس بشوفها كده اللي معاه ورق حاجه واللي معهوش ورق حاجه، وانت ايه اللي جابك؟ لا. وناس تقول لك دي مهاجرين غير شرعيين. بقف للمصري اللي ما معهوش ورق اقوم اسلم عليه اكتر من اللي هو معاه الجنسيه. يعني بحترمه اكتر. وفي ناس ملاحظه هذا الكلام بيقولوا لي انت مع اللي معهوش ورق بتسلم عليه وتبوسه. ايوه بسلم عليه وبوسه، ده مصري. وفي ايه يعني، هو لازم ما ابوسوش عشان ما اخدوش بالاحضان عشان خاطر مصري معهوش ورق؟ لا طبعا، ده جنان، ده جنان.